أهلا بيكم. كلنا سمعنا إن نود جي اس شغالة بسنجل ثريد، يعني خيط معالجة واحد بس. طب إزاي بالظبط حاجة زي دي بتقدر تتعامل مع آلاف الطلبات في نفس اللحظة من غير ما كل حاجة تقف؟ في الشرح ده إحنا هنفتح غطا الموتور بتاع نود جي اس عشان نفهم سوا هي فعلا بتتعامل إزاي مع الضغط ده كله. رحلتنا النهاردة هتكون زي ما نكون بنقشر بصلة كده، طبقة ورا طبقة. هنبدأ باللغز الأساسي بتاعها، وبعدين هنكشف عن فريق العمل السري اللي بيشغل كل حاجة من ورا الكواليس. بعدها هنتعلم إزاي نستغل قوة التوازي صح، ونقارن بين الأدوات المختلفة اللي في إيدينا عشان في الآخر نوصل للزبدة. إيه هي أحسن طريقة نستخدم بيها ثريدز؟ يلا بينا نبدأ بالجزء الأول. هنا هنقف قدام السؤال اللي بجد محير: إزاي خيط معالج يتيم يقدر يخدم آلاف الاتصالات في نفس الوقت؟ الإجابة على السؤال ده هي اللي بتكشف سر قوة نود جي اس كلها. هو ده بالظبط السؤال اللي حير ناس كتير. في العادي طلبات أكتر معناها محتاجين عمال أكتر، منطقي. لكن نود جي اس جت وكسرت القاعدة دي تماماً. الإجابة على السؤال ده بتورينا قد إيه التصميم اللي وراها عبقري. طيب فين السر؟ السر كله في حاجة اسمها الإيفنت لوب. عشان نبسطها، تخيلوا معايا إنه زي رئيس الجرسونات الشاطر قوي في مطعم زحمة موت. هو مش بيستنى جنب كل ترابيزة لحد ما الأكل يجهز ويطلع، لا خالص. هو بياخد الطلب يوديه المطبخ، وفي ثانية يكون عند ترابيزة تانية ياخد طلب جديد. دايما بيتحرك وما بيقفش لحظة واحدة. والسلايد دي بتوضح الفرق ده بشكل عبقري. في السيرفرات التقليدية، كل عميل جديد بيدخل بيحتاج جرسون جديد مخصوص ليه، وده بيستهلك موارد كتير قوي. أما في نود جي اس هو جرسون واحد بس فائق السرعة والكفاءة، بيخدم الصالة كلها. ده بيخليه خفيف جدا وسريع. بس الموضوع ده فيه نقطة ضعف خطيرة، ودي بقى نقطة الضعف اللي بنتكلم عليها. لو الجرسون بتاعنا ده اللي هو الإيفنت لوب اضطر يعمل حاجة بتاخد وقت، يعني مثلا عميل طلب منه يحلله مسألة حسابية معقدة جدا، تفتكروا إيه اللي هيحصل؟ كل الترابيزات التانية هتفضل مستنية في مكانها، والمطعم كله هيشل تماما. هو ده بالظبط اللي بنسميه blocking the event loop. طيب لو الإيفنت لوب ممكن يقف بالسهولة دي، إزاي نود جي اس مشهورة إنها سريعة؟ الإجابة هي إن الجرسون الشاطر بتاعنا ده مش شغال لوحده. وهنا بنبدأ نقشر الطبقة التانية عشان نكتشف فريق العمل الخفي اللي بيساعده في الخلفية. البطل المجهول في القصة دي كلها هو حاجة اسمها لي يو في. دي مكتبة قوية جدا بتتعامل مع نظام التشغيل بتاع الجهاز مباشرة عشان تدير كل العمليات التقيلة اللي بتاخد وقت، زي التعامل مع الملفات أو الشبكة، كل ده بشكل غير متزامن. والجزء الممتع هنا هو إن الليب يو في بتعمل زي المترجم الفوري كده. مش مهم انت شغال على لينكس، ماك أو ويندوز، هي عارفة ازاي تستخدم أقوى وأسرع أداة موجودة في كل نظام تشغيل عشان تضمن إن النود جي اس يشتغل بأعلى كفاءة ممكنة في أي مكان. يعني رئيس الجرسونات بتاعنا مش بيعمل كل حاجة بنفسه. لما تجيله مهمة تقيلة بجد، زي مثلا عملية تشفير معقدة، هو مش بيقف يعملها بنفسه ويعطل باقي الشغل. لا، هو بياخد المهمة دي ويسلمها لفريق من مساعدين المطبخ اللي شغالين في الخلفية. الفريق ده بقى هو اللي بنسميه الثريد. طيب مين بالظبط اللي بيستخدم فريق المساعدين السري ده؟ الجدول ده بيوضح لنا كل حاجة: عمليات الملفات، بعض أنواع التشفير والضغط، وحتى عمليات الدي ان اس. كل دي مهام تقيلة بتتسلم بهدوء للثريد بول عشان الإيفنت لوب بتاعنا يفضل فاضي ومكمل شغله من غير أي تعطيل. ودي نقطة مهمة جدا جدا ومحتاجين نركز فيها. عمليات الشبكة زي طلبات ال HTTP مش بتروح للثريد بول خالص، دي بيتعامل معاها نظام التشغيل نفسه مباشرة، وده أسرع وأكفأ بمراحل. البول ده معمول مخصوص للحاجات اللي نظام التشغيل مش بيقدر يعملها بشكل نون بلوكينج لوحده. لحد دلوقتي الدنيا تمام. نود جي اس وفريق عملها السري بيتعاملوا مع عمليات الإدخال والإخراج بكفاءة منقطعة النظير. بس ماذا لو المشكلة مش في قراءة ملف أو طلب على الشبكة؟ ماذا لو المشكلة هي الكود اللي احنا كاتبينه بنفسنا؟ وهنا بنوصل لمشكلة حقيقية. فريق مساعدين المطبخ بتاع البيو في متخصص في مهام معينة بس، لكن لو عندنا وصفة أكل معقدة جدا اللي هي كود جافا سكريبت تقيل، رئيس الجرسونات اللي هو المين ثريد هيضطر يقف يطبخها بنفسه، والنتيجة المطعم كله هيتعطل مرة تانية. والحل هنا هو الوركر ثريدز. الموضوع ده كأننا بالظبط بنعين جرسون جديد مخصوص ونديله المهمة المعقدة دي ونقول له خد دي وروح اعملها في المكتب اللي ورا، ولما تخلصها تماماً ابقى هات لي الناتج. بالطريقة دي الجرسون الأساسي بتاعنا بيفضل فاضي ومكمل خدمة لباقي العملاء. والكلام ده مش مجرد رأي، ده جاي مباشرة من التوثيق الرسمي لنود جي اس. الخلاصة واضحة وصريحة: الوركرز معمولة للمهام اللي بتفرم السي بي يو، يعني العمليات الحسابية التقيلة في الكود بتاعنا.
أما شغل ال I/O فالأدوات اللي Node.js موفراها أصلاً أكفأ بكتير. طيب حلو قوي. كده بقى عندنا أداتين للتوسع، worker threads اللي لسه بنتكلم عنها، والموديول الأقدم والأشهر اللي هو cluster. السؤال بقى، إمتى نستخدم دي وإمتى نستخدم دي؟ تعالوا نقارن بينهم. المقارنة دي بتلخص كل حاجة. الكلاستر كأنك بتفتح فرع جديد للمطعم بالكامل، كل فرع شغال مع نفسه. ده ممتاز عشان تستقبل عدد أكبر من الزباين. أما الوركر ثريدز فكأنك بتجيب مساعدين جدد يشتغلوا جوه نفس المطبخ عشان المهام التقيلة تخلص أسرع. الأول للتوسع في استقبال الطلبات، والتاني للمعالجة المتوازية للمهام. وهنا في نقطة مهمة جداً للمحترفين. تخيل لو مع كل مهمة صعبة بنضطر نعمل إعلان ونجيب مساعد جديد، وبعد ما يخلص مهمته نمشيه. الموضوع ده مكلف جداً وبياخد وقت. الحل الأحسن هو يكون عندنا فريق من المساعدين جاهزين وقاعدين مستنيين الشغل. أول ما تيجي مهمة واحد منهم ياخدها على طول. هو ده مفهوم الوركر بول، وده أساسي في أي تطبيق حقيقي. خلاص، بعد ما فهمنا كل النظريات دي وصلنا لأهم جزء: إزاي نطبق الكلام ده بشكل عملي عشان نشوف تأثير حقيقي وملموس على أداء التطبيق بتاعنا. ودي بقى لحظة الأها. الرسم البياني ده بيلخص الحكاية كلها. بصوا على العمود الأول، دي عملية تشفير متزامنة على المين ثريد، بطيئة جدا وبتوقف الابليكيشن. العمود الثاني هو الحل الطبيعي، النسخة الإيسينك اللي بتستخدم libUV، سريعة وممتازة. لكن بصوا بقى على المفاجأة في العمود الثالث، لما خدنا نفس الكود المتزامن البطيء ده زي ما هو وحطيناه جوه worker pool، النتيجة وصلنا لنفس الأداء الخارق بتاع النسخة الإيسينك. والكلام ده بيلخص أهم درس في الموضوع كله. من الآخر ما تضيعش وقتك تنقل حاجة نود بتعملها async أصلاً لوركر. الوركرز هي سلاحك السري اللي بيحول الكود بتاعك التقيل اللي بيعطل الدنيا لكود خفيف وغير متزامن وما بيوقفش الإيفنت لوب أبداً. إذن إيه هي خريطة الطريق؟ بسيطة جدا، 3 خطوات. أولاً، خليك دايماً مع أدوات Node.js الأصلية للI/O. ثانياً، لو عندك أي عملية حسابية بتعطل الإيفنت لوب لازم تنقلها فوراً لوركر. ثالثاً ودي الأهم، إياك ثم إياك تنشئ وركر جديد مع كل طلب، ده غلط كبير. لازم تستخدم بول عشان تعيد استخدامهم بكفاءة. وبكده نكون رفعنا الستار عن حقيقة الثريدز في Node.js. اكتشفنا إنها مش مجرد سنجل ثريد وخلاص، لكنها منظومة كاملة ومتكاملة ومصممة بذكاء شديد. ودلوقتي السؤال الأهم موجه لكل اللي بيسمعنا. بعد ما فهمنا المنظومة دي، إيه هو أول عنق زجاجة في الكود بتاعنا ممكن ننقله الوركر ونشوف الفرق بنفسنا؟